السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل فيديو كبير كده حلو مع بعض. هنعمل أكبر كمية حمام. هنعمل 20 جوز حمام مع بعض في وقت قصير جدا وبطريقة حلوة جدا، وهقولك على طريقة حلوة للتحمير عشان الحمام برضو في نفس الوقت يطلع طري معاكي وواخد لون ذهبي زي بتاع المطاعم. هنبدأ كده مع بعض الحمام بتاعنا. الفيديو بتاعنا مش عايزين نطول على بعض. بصوا هنا الحمام جايبينه، الحجم بتاعه حلو، مش وحش، لسه جاي من عند الراجل بتاع الفراخ، منضفهولي وغسلهولي، بس طبعا لسه فيه ريش زي ما انتم شايفين وعايز يتغسل كويس و... ويتظبط كده ويتنقع. فانا كل ده هاخده اغسله واظبطه وانقعه. ونشيل اي حاجات مش مستحبة فيه. وبعدين بنسقف الحمام بالشكل ده اسمه تسقفي الحمام. لو انتي مش هتعرفي تعملي الحركة دي، انتي بتخلي الراجل هو يعملها لك. يعني انا بالنسبة لي عشان الوقت كان ضيق فما كانش هينفع استنى، فجبته عملته في البيت وخلصت كل حاجة. انتي طبعا خليه هو يعملها لك عشان الجلد بتاعه بيبقى ضعيف جدا وممكن يتقطع منك. هنبدأ بقى الشغل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كمية الحمام كبيرة جدا ما شاء الله. هنبدأ بقى إيه على قد كمية الحمام دي نعمل رز يكفي الحمام ده معايا هنا الكبد والقوانص بتاعة الحمام. إيه، غسلناها كويس ونقعناها برضو بليمون وملح كده. وبعد كده هنقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. بس طبعا في بداية الفيديو بتاعنا انا دخلت في الفيديو على طول ونسيت افكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يشوف المشروع بتاعنا اللي احنا عاملينه هيكسبنا مكسب قد ايه، مكسب كبير جدا. وتابعي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي المكسب اللي هنكسبه قد ايه. هنا قطعت الكبد والقوانص كلها مع بعض، ومعايا كمية بصل قشرته وغسلته. طبعا انا البصل لما بخرطه بيكون مستحب انه يتخرط، طبعا عشان الكمية كبيرة وانا في الوقت ضيق بالنسبة لي. لان ده شغل وقرطر طالع. فمش هينفع اخرطه فعملته في الكب على طول. بنحط هنا شوية زيت وشوية سمنة. طبعا احنا هنعمل كمية كبيرة فمحدش يتخض من المنظر الزيت والسمنة اللي محطوط. بعد كده طبعا بكون ضربة البصل بتاعي في الكبة، بس مش هنعمه قوي يعني. لفتين كده على طول في الكبة بحيث انه يبقى مجروش معايا عامل زي اللي متقطع على الايد بالظبط، عشان احس بطعم البصل مع الرز لما يتعمل. هنا هنسيح بقى السمنة والزيت مع بعض. مش عارفة انا كنت روحت فين. وننزل كده بالكبد والقوانص بتاعتنا نديها تشويحة، نقلبها كده تقلبتين تتشوح معانا. وبعد كده بننزل عليها بالبصل بتاعنا اللي احنا فرمناه في الكبة. انا بقولك طبعا لو انت هتعملي كمية قليلة قطعيه على ايدك بيبقى احسن. يعني بصوا انا عملته على الكبة كده آم، جرشة خفيفة، بس برضو انا بحب المتقطع على الايد بيبقى له تيست احلى كده. نقلبهم كده مع بعض. احنا مش هنحمر البصل، احنا هندبله بحيث ان احنا نشم ريحته بس كده يدبل معايا ونشوحه تشويحتين مع الكبد والقوانص. وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا الرز بتاع الحمام روحه في القرفة. اوعي تفكري ما تحطيش قرفة، لازم قرفة. نحط بقى شوية ملح شوية فلفل شوية بهارات، معلقتين تلاتة كده من القرفة. طبعا انتي لو هتعملي جوز ولا اتنين هي معلقة قرفة كفاية قوي، معلقة صغيرة كده. ونتبل بقى كويس ونظبط ملحنا ونظبط البهارات بتاعتنا عشان تدينا طعم كويس. هنا بعد ما قلبنا بكون غاسلة الرز بتاعي وسايباه يتصفى كويس، بحطه. طبعا برضو حد ممكن يقول لي دي كميه الرز دي كتير على الحمام. لا احنا عاملينه هنا، هنوريكم في اخر الفيديو انا عامله رز كتير ليه. انا مش هحشي بيه الحمام بس، انا عايزه كميه معايا تتبقى بعد حشو الحمام كمان. بس تابعي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي هنعمل ايه. هنا بقى انا عملت ايه، انا شوحت الرز بتاعي كويس جدا لحد ما حسيت كده ان الرز آه ناشف معايا من كتر التشويح. بعد كده بديله كوبايه ميه. الكميه دي كلها تاخد معايا كوبايه ونص ميه،
يعني تتبخر فيها بس، بحيث ان ايه اطر الرزايه بس، مش هسويها. ابص منظر الرز ما استواش خالص، يعني هو الرز اتبخر شويه بحيث انه يبقى ايه قابل للتسويه، لما يدخل مع الحمام يستوي يبقى كويس، ما يبقاش معجن. هنا طبعا بعد ما غسلنا الحمام بتاعنا هنجيب، بصوا بقى هنحشي ازاي. انا مش هنكبس من جوه، يعني احنا هنحط بالمعلقه كده ونزق الرز بايدينا او بالمعلقه. طبعا هو الحشو بالايد افضل طبعا، انا بس بوريكم في الاول وهشتغل بايديا دلوقتي. لو زقتي الرز بايدك كده وكبستيه جوه جوه الحمام قوي، هتلاقيه معجن من جوه ومكتل ومش هيستوي. نحط كده معلقتين جوه الحمام ومعلقتين تحت الجلد. ممكن تحشي من عند الرقبه من فوق، ممكن تحشي من تحت كده زي ما انا هعمل. بندخله كده زي الحشو المحشي العادي او الممبار. بس هي ايه الفكرة في تسقيف الحمام. الحمام لما يكون متسقف كويس والجلد بتاعه مظبوط والرقبة بتاعته طويلة كده، بيدي معاكي شكل في النهاية حلو جدا. انا بحط الرز مبكبس قوي، بحطه وبفرد وببطط كده، بحيث ان انا اسيب مساحة لما يستوي معايا يزيد ما يفرقعش. هنا باخد بقى الجناح بحطه ورا الرقبة كده، تديني منظر كويس. وبعدين بقفل الحمامة من تحت بالشكل اللي هوريهولكوا دلوقتي. اللي مستني بقى يشوف الفيديو معايا للآخر عشان يشوف المشروع ده هيكسبنا قد ايه، يحط لايك ويفضل معايا لنهاية الفيديو. ده بيكون الشكل النهائي للحمامة بعد الحشو. ما بتاخدش وقت، انا الكمية دي كلها ماخدتش معايا ساعتين غسيل وتسوية وتحمير وعمايل الرز وكل حاجة، ماخدتش معايا ساعتين. انا هنا جايبه لكم شكل تاني. بصوا انتوا بتودوا للراجل اصلا ساعات بيسيب لكم الراس بتاعته كده. هي الفكره من سيبان الراس ان انت لما تحشي تقفلي الرقبه من فوق بالراس. بس طبعا انا المنظر بتاعها مش مستحب، انا سبتها بس عشان اوريها لكم. انا بشيلها في العادي، انا بشيلها لان شكلها ما بيبقاش مستحب وما بيبقاش لطيف خالص. هنا هحشي بقى كميه الحمام كلها بالشكل اللي وريته لكم ده. وبعدين نيجي هنا للشوربه. الشوربه عاديه خالص، نحط ميه بتغلي على النار، ولما الميه بتغلي بنزل فيها ببصله، حبهان، ورق لورا، ملح، فلفل، وننزل بالحمام بتاعنا. الحمام بينزل على ظهره وما تحطوش على بطنه. لما الحمام يستوي بنحط، يكون عندنا زيت مغلي على النار. وناخد بقى ايه الحمام ننزله في اللبن، وبعد كده نحطه معانا في الزيت. ما بياخدش دقيقة على كل جنب، وبتلاقيه بياخد اللون الذهبي الجميل ده. المشروع بتاعنا بقى ايه يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول معانا كده 40 وجبة حمام ورز وملوخية طالعين على روح المرحوم عبد الحليم شعبان، صدق على روحه، واتمنى تدعوا له بالرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر اهله. يبقى حاجه جديده من نفسهم ان هم ياكلوه. وزودنا الرز زي ما انتم شايفين طبعا، وحطينا الرز وواحده حمام وعملنا معاهم ملوخيه. طبعا ده كان اوردر جايلي، كان حد عايز يعمله وجبات اطعام على روح اخوه، فانا عملته وطلعناه. احنا على طول طبعا بنعمل الموضوع ده، وانا هصور لكم على طول وانزل لكم الفيديوهات اللي احنا بننزلها. فانا حابه اقول لكم ان ما تقتصريش على ان انت تكوني بتعملي شغل بس. حتى لو انت بتعملي شغل اكل زي ما انا بعمل كده، طلعي منه حتى لو وجبه واحده بس لاي حد غلبان. طبعا مين كلكم طبعا مستنيين تشوفوا الفلوس الكتير اللي انا كسبتها في الاخر، بس هو المكسب عند ربنا، واللي عند ربنا دايما بيكون فيه زياده وما بيروحش، بيرجع معاه دايما صحه وستر وراحه بال. طلعوا من اكل بيتكم يا جماعه، لو هتاكلوا عيش وجبنه طلعوا منه لاي حد غلبان، الناس حرفيا مش لاقيه.